السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وازاي ولادكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة عندنا بقى أكلة شتوية شوية ومفيدة شوية للعظم والخشونة والرجلين، وحتى ولادنا بيشتكوا والله بعظمهم وبرجليهم وده وده. فعندنا النهاردة الكوارع بتاعتنا جايباها اهي. قلت انضفها معاكم. نضفت جزء والباقي برضو عشان ايه؟ البنات الصغيرة اللي مش عارفة تعرف تنضيفها ازاي. اولا انا غسلتها بالدقيق والملح الاول شوية وشطفتها والقصة دي. بس شوفوا بقى بعد كل الغسيل اللي احنا بنتكلم فيه دوت، ايه بقى؟ بجيب سكينة بكحت في حاجات بتبقى لازقة في قلب الجلد. بص عاملة ازاي كل ده. ما ينفعش الغسيل اللي هو ايه، بالدقيق والملح والليمون ومش عارف ايه ونتكل على كده. لا، الحاجات الدبايح دي بتتذبح وبتترمى في الارض، بتاخد طينة وبتاخد ترابة وبتاخد حاجات بتلزق فيها. بصوا انا مقطعة منها ايه، حاجات غامقة ازاي بالسكينة. فما نتكلش ان احنا غسلناها كده واللي يجي ياكل يلاقي الحاجة زفرة. ما هي زفرة و... وكده بسبب هي كمان بتبقى فيها مزلقة. طبعا انتوا عارفين الكوارع بقى انها فيها الكولاجين وكده، فبيبقى مزلق المادة دي طبعا. مادة الكولاجين الجلوكازمين اللي احنا بناخده اقراص عشان عظمنا وكده. فبتبقى مزلقة، فانا لازم اكحت المزلقة دي بالسكينة. لازم عشان الحاجة تاكليها تبقى كده شكلها نضيف زي الفل. بس عمالة تطلع حاجات ازاي. كل دي مهم لان انت الفايدة كلها وكيمة جوه من جوه. فما تخافيش، ما تقوليش انا كده بضيع فايدتها كحتها. لا، دي نظافة ودي اللي بتخلي الحاجة الاكل ريحته حلوة، ما فيهوش ريحة اي زفارة، وشكله ولونه حلو في الاكل. ما يبقاش بتقدمي الحاجة وفيها حاجة غامقة فيها. مش عايزه اقول برضو ايه فيها عشان الولاد ما حدش يقرف. طبعا احنا كبار فاهمين بيبقى فيها ايه كمان. يعني الشعر اللي بيبقى فيها وكده من الحيوان وكده اللي بيتذبح. فانا الحقيقه لازم كل التنيات دي كلها، التناية دي كلها لازم اكحتها. بصوا بتطلع ازاي كل ده وهي مغسوله. هي كده مش انا جايباها من عند الراجل كده، لا هي كده مغسوله. فاهمني؟ محدش يقول لا ده الغسيل مش، لا التكحيت ده بيطلع. جربي كده، جربي وشوفي هتلاقي التكحيت اللي انا بكحته ده بيطلع ان حاجات زي كده هتطلع. معلش بالدقيق والملح ومهما دعكتي هي لازقه فيها. ولازم يبقى معاها ايه، حاجات تانية كده لازم تنضف وتبقى ملهاش اي ريحة خالص. كلها لازم بكحتها كلها. والتانيات ديت اللي جوه لازم اجيبها بالسكينة. يبقى فيها برضو شعر والحاجات ديت. الواحد مش عايز يتكلم بس عشان الناس ما تقرفش يعني، فالمفروض انتوا فاهمين انا اقصد ايه يعني. فانا قلت افهمكم انا اقصد ايه، لا تقولوا هي تقصد ايه يعني. بس كل ده ولادنا بقى ما يشوفوه، خصوصا ان احنا واحنا صغيرين مثلا زيهم كنا بنقرف منها الحقيقة برضو. يعني انا واحدة من الناس ما كنتش باكلها وكده، فكان غلط. يعني ده اثر على الواحد كل حاجة كان هو صغير يرفضها. لا ما ناكلش ده، لا قرفانين، لا لا. فانا بعود ولادي دايما من صغرهم ياكلوا، حتى لو مش حابين الحاجة بعملها لهم بطريقة حلوة اللي بيها حببهم فيها. اغسلها كويس قوي عشان ما يحسوش ان طعمها او ليها ريحة او فاهمين اقصد ايه. وفي حاجة تانية برضو بعملها فيها، اللي مش حابب ياكلها مسلوقة. تمام. يعني الولاد ممكن ايه ياكلوها وهي في قلب الصلصة بتاعتها اكتر ما يحبوها وهي مسلوقة كده يقرفوا منها. لكن تايهة في قلب الصلصة بالثوم بتبقى حلوة وتايهة كده وتتاكل مع شوية الفتة والرز والكلام ده. هنعمل طبعا عليها فتة ان شاء الله. فنسمي الله كده مع بعض ونبدأ اهو. اديكي شايفيني بكحت فيها. لازم يا جماعة السكينة، محدش يقول انا دعكتها وما اعرف. ماشي انا عارفة ان انتوا بتتعبوا وبنتعب كلنا وبنبقى عايزين نخلص وننجز. بس يعني ما انا برضو عايزة اكل الحاجة نظيفة وحلوة ملهاش ريحة واكل ولادي. يمكن انا اكلت وفهمت طعمها وفهمت. هما لا، ولادنا ولادنا هيتضايقوا منها هيقرفوا. لا انا زي ما قلت لكم اعمل الحاجة بالطريقة السليمة عشان ما كرهش ولادي في الحاجة. فاهمين اقصد ايه؟ يعني دايما احنا الكبار بنعمل حاجة هناكلها خلاص، احنا طالما جبناها يبقى هناكلها. انا كل عمي بقى الناس اللي ايه اللي مش هترضى تاكلها. فاهمين اقصد ايه؟
لان احنا نفسنا واحنا صغيرين مر علينا الكلام ده. اكيد في منا كتير ما كانوش بيحبوا ياكلوها، بعد كده اما كبروا وفهموا ووعيوا ان دي مفيدة، فين بقى حلين، كانت الدنيا باظت يعني. فاحنا من الاول كده متفقين ان احنا، بصوا لقيت اي حاجة فيها لزق فيها اي حاجة انا لازم اقطعها بالسكينة. عرفتوا ليه انا بقول السكينة؟ اهو بصوا عاملة ازاي. ده هيطلع بقى بالدي والملح ازاي والليمون. وبص انا جايبه قشر البرتقال اهو، اغسلها بيها في قلب الميه. ادي قشر البرتقال اللي انا شايلاه، بص وفيه لحم ازاي وفيه اهو. بصوا وادي قشر الليمون اهو نفس القصه. محوشاه، ده هو ده اللي انا بحوشه واشيله، بينفع بقى في حاجه زي كده عندي. الحافر ده مهم جدا يتكحت مثلا، بص عامل ازاي، لازم يتكحت، بيطلع حاجات برضه. لازم هي حته بيضه ما فيهاش مثلا هنقول فيها حاجه هتبقى، لا اهي حته بيضه اهي لازم اكحتها. كل دي المسلقه اللي هي تعمل اي ريحه، تعمل اي حاجه. بصوا ده بقى يتشال معلش ازاي يعني بقى، هيتشال ازاي ده بالدقيق والملح بقى ومهما دعكنا ومهما فرقنا فيه ومهما، لا لازم تنضف كده يا جماعه بالسكينه. لازم، لازم اكلنا يبقى ريحته حلوة وطعمه حلو، عشان انا نفسي يا كبيرة اما اجي اكل ما بقاش قرفانة. معلش، ما انا برضو انا كمان هقرف يعني، مش ولادي بس يعني، فاهمين اقصد ايه؟ كده تكحيت كلها كده داير ما يدور، ومن الجناب ومن فوق ومن تحت، من كل حتة، واقلب فيها يمين وشمال واكحتها من بالعكس. فاهمين؟ اهو بص السكينة، بس بالراحة بقى اللي يمسك السكينة. بص طلعت ايه اهو. مفيش حاجة اسمها دقيق تمام، متفقين. اديكوا شفتوا بعينيكوا اهو، كل ده طالع بالسكينة. دلوقتي انا هعمل ايه، لازق في ايدي. احط بقى ايه، انا كده خلاص كحتها وايه، بقت زي الفل. لو فيها اي حاجة بالنظر كده اشوف لو فيها حاجة برضو عايزة تشيل اشيلها اهو. يعني اهي لازم، لازم كلها تتكحت، حتى الحتة اللي فيها اللحمة هدوس عليها على خفيف. بص طلعت عظمة اهي، اهي لازقة فيها. فاهميني؟ اللي فيها حتة اللحمة اعملها كده بس على خفيف بقى، مش اكحت قوي، لا اهي فيها برضو حاجات غامقة فيها ده فيها. فاهمين اقصد ايه؟ تمام. بالنظر كده يا جماعة، بالنظر كده، وننضف حاجتنا عشان احنا ما نقرفش ولادنا ما يقرفوش وكل القصة دي. تمام. حط بقى الملح اهو، ما انا دعكاها بملح ودقيق وعامله عمايلي، بس بعد التكحيته دي لازم بقى بص افرك بقى بالملح الخشن الاول اهو. اجيب بقى ايه، اجيب بقى من غير ميه من غير حاجه على الناشف كده ملح. ما احطش الدقيق، الدقيق هيعجنها، مش هيجيب لي اللي انا عايزاه كله. لا الملح الاول حاجه حاجه، وبعدين احط كله على بعضه وافرك. فهمتوني؟ اه. يبقى كده هتاكلوا احلى اكل واجمل اكل، ولا ليه ريحه ولا ليه طعم ولا حد يتضايق. ولو الولاد بيقرفوا حطوها في شويه صلصه بعد ما بتتسلق طبعا. وفي ناس بتسويها في الصلصه منها فيها برضو، لا انا لو حابه اعملها بالصلصه بسلقها الاول وبعدين اخد شويه صلصه من بتوع الفته واروح ايه. بص وانا بدعك بيطلع حاجات تاني ازاي بالملح. ملح الخشن برضو بيساعد على نظافة الحاجة. وارجع الجزئية اللي انا شايفة فيها حاجات كده برضو غامقة شوية لازقة بتاع، ادعك فيها بزيادة. يعني الجزئية دي انا طولت فيها ليه، عشان مليانة حاجات كده، حاجات غامقة حاجات اهو. اهو شفتوا بقى، بالملح الاول واخدها مرحلة مرحلة. ان شاء الله اغسل بالليمون لوحده واغسل بده لوحده، انا كل اللي يهمني اضيع اي زفارة. بصوا سامعين اهو. بس كل المزلقة اهي طالعة في ايدي تبقى زي القشطة. تعالوا اتفرجوا بقى على لونها وعلى ريحتها وعلى طعمها في الاكل هيبقى عامل ازاي اهو. بصوا بقى تحب الملح ازاي، محدش يقول انت مزوداها، لا هو ده الصح، هو ده الصح. معلش هو ده الصح. ما انا بقول لكم خبرة 60 سنة، اسمعوا مني خدوا مني كده. انا بديكوا خلاصة ال60 سنة
يعني امشوا ورايا وانتم مغمضين يا بنات ويا شباب ويا كله يعني تمام. والولاد برضو اللي هم في لوحدهم وعايشين لوحدهم يتعلموا ويعرفوا الحاجة دي بتتغسل ازاي. ما يقولوش لا بنعرف نجيبها ولا لا، هو القرف بيجي من ان اكلتوها وكانت زفرة وكانتش مغسولة كويس. لا، لازم اغسل الحاجة واكحت في الحاجة كده بالملح الخشن الاول. يعني معلش هتعب شوية بس هاكل حاجة نضيفة. هاكل حاجة بنفس وانا باكلها. فاهميني؟ ايه اكل ليه وانا قرفانة ومتضايقة وطعمها وريحتها لا انا مش عايزة الحتة دي ولا اولادكم يحسوا بيها خالص. تمام، انا كده وريتكم غسيلها خلاص. طبعا انا هغسل بقى بالدقيق بعد ما عملت كده. هوريكم هو انا بدلق الدقيق برضه عشان تشوفوا الدنيا عامله بص الملح عامل ازاي اهو. بصوا جاب كل حاجه. جاب كل حاجة، جاب الزفارة وجاب الدهنانة اللي من بره والمزلقة اللي ملهاش لازمة اللي بتعمل ريحة وتعمل ده اهو. بص بقى اهو. وانا غسلاها قبل كده بس شفتوا بقى الغسيل بقى الصح بقى هو ايه. هو ده اللي انا عايزاه. وادعك تاني بالدقيق لوحده اهو مع الملح. بصوا بقى المنظر. بصوا جاب ايه. انا عايزه كله يشوف المنظر. بصوا جاب ايه. انا بضغط بايدي. بصوا المنظر. شايفين المزلقه؟ شايفين اهو. بصوا جاب ايه. ده اللي انا عايزاه بقى. ده اللي انا عايزاه. ده مش دي بس عشان محدش يقول ده دي، لا دي المزلقه. المزلقه اللي بتعمل ريحه وتعمل طعم وتعمل. لا يعني بالراحه في حاجتكم كده واعملوا الحاجه بالطريقه السليمه. وربنا يا ربي يعني ايه يجعلها بالفايدة وبالشفاء علينا وعلى اولادنا وعليكم وعلى اولادكم. اعملوا كل حاجة حلوة بطريقة حلوة لاولادكم. وصدقوني انتوا هتتبسطوا هم هيتبسطوا. مش وهغسل بالبرتقال ودي كمان جايبة ليمون تاني مع اني غسلها بالليمون. هغسل تاني بالليمون بعد كل اللي حصل ده. شايفين انا كأني ما غسلتهاش. انا شفت المنظر. شايفين المنظر انا كأني ما غسلتهاش بالظبط. انا حبيت اغسلها الاول عشان عايزه اوريكم الحركه دي. ما رضيتش اجيب الغسيل من البدايه بقى بالدقيق والملح في الاول وكل ده العادي بقى. لا انا عايزه اوريكم ده. انا عايزه اوريكم ده بعد التكحيت بالسكينه. اهي دي الجزئيه مثلا اللي بتضايقنا شويه بتبقى فيها غمقان. اضغط عليها اعيد عليها بزياده. مخليش حته ما دعكاش. تمام. بصوا الميه بتاعتها بعد واللي انا لسه غسلاها. بصوا الميه ولسه هتتشطف. بصوا المنظر. ماشي. هغسل بقى بالبرتقال وبالليمون وهرجع لكم. اهو عملتها اهو بالبرتقال زي ما انتوا شايفين. شايفين اللي نازل منها بقى عامل ازاي. ده مش دي بس، دي مزلقه كمان. عايزه اقول لكم بص عامله ازاي في ايدي. بقت قشطه بمعنى قشطه. وهخملها بالليمون كمان. تمام. ده كارع اللي هو ايه اللحمه الصغيره. مش اللي هو الكارع الكبير التقيل. صراحة احنا ما بنحبش اللي هو التقيل ده. الكبير اللي هو العجالي بيقولوا عليه عجالي. بيبقى تقيل علينا. فانا بجيب اللي هو الوسط مش بتلو. البتلو انا مش لاقياه خلاص. فده اللي هو الوسط اللحمة اللي هي الصغيرة. تمام. ادي كمان هعمل اهو. احط عليها مية قدامكم. طبعا هتشتف مية جارية بقى وحنفية وقصة. بس انا عايزة اوريكم المنظر. والقشر الحاجة دعكوه عشان ينزل الزيوت اللي في قلب القشرة اللي هي تضيع لك الزفارة. مش اللي قلب الليمونة بس او قلب البرتقال، لا الزيوت. انا بفضل اعصر كده في الحاجة لغاية ما انزل الزيوت بتاعتها. بصوا المنظر بقى. ولسه كمان في ليمونة في الشطفة الاخيرة اهي. دي مش هحطها دلوقتي في الشطفة الاخيرة. بصوا المنظر. منظر رهيب. عارفين يعني ايه منظر رهيب؟ مفيش حاجة اسمها تغسلي الحاجات دي كده وخلاص زي الممبار اللي بيجي متنضف من عند الراجل. لا ده انا لازم اكحته بالسكينة انا تاني وانضفه وادعكه بالملح الاول وبعدين بالدقيق وبعدين زي ما شايفين بقشر الليمون. لو ما فيش برتقان مش شرط برتقان طبعا. البرتقان عشان موجود واحنا بقى بناكل فبخزن قشره زي ما قلت لكم يعني في الفيديو. فشفتوا المنظر. بصوا المنظر. بص المنظر. حاجة يعني قشطة بمعنى قشطة يا جماعة.
شايفين المنظر؟ انا عايزه كده، عايزه اللي ياكل يبقى مش بياكل خالص كوارع. دي مش كوارع، دي حاجه كده يعني خيال، ولا ليها ريحه زفره، ولا ليها طعم زفر، ولا اي حاجه في اي حاجه. في منتهى الجمال اللي خلقه ربنا. بصوا، ولسه هتشتف ولسه بالليمون. يعني ايه المانع ان انا اعمل كده؟ معلش 5 دقايق زياده هكحت بالسكينه وانا واقفه، يمكن عشان قاعده برضو الدنيا بالبطيء شويه وعشان اوريلكم. لكن احنا واحنا واقفين بنشتغل بنشهل، انا ما ينفعش اشيل. هوريكي ازاي لو انا عملت ده بسرعه وده بسرعه. البنات الصغيره هتشوف ازاي، هتتعلم ازاي. عارفه انت التصوير البطيء؟ هو انا بقى بعمل كده عشان الناس تشوف الحاجه بعينها كويس. بصوا، بصوا الحته اللي كانت كلها غامقه وفيها بقت قشطه ازاي. تمام كده. هكمل شطف بقى في الحوض، طبعا لازم ميه جاريه وبالليمونه في الاخر، وهنسقطها مع بعض في قلب الحله. انا مش هشوحها، انا مش محتاجه اشوحها في ورق لوري وفي فلفل وفي حبهان وفي مستكه. هي خلاص قشطه لوحدها، مش محتاجه ان انا اشوح عشان اضيع زفرتها واضيع، لا هي مش محتاجه. بص الميه، بص الميه نازله بالمزلقه وبالحاجه ازاي. والله والله دي كانت مغسوله، دي كانت مغسوله، وده كده بعد السكينه. يلا اشوفكم على خير واحنا بقى بنكمل. مع السلامه. لكم تاني حطيت في الحله 3 طماطمات صغيرين، وجزرايه تقطع حلقات، وبصلايه اتقطعت 4/4 ورده كده، ما قطعتهاش للاخر عشان ما تفرطش يعني. وادي الكوارع بتاعتنا القشطه. عارفين قشطه يعني ايه؟ المنظر منظر رهيب ازاي، تتاكل نيه خلاص. عامل زي اكل لحوم البشر كده. والله العظيم حاجه مش قادره اقول لكم يعني ايه. الكاميرا تقول اهي، ما فيهاش ما فيهاش غلطه زي ما بيقولوا. حاجه قشطه قشطه قشطه. عارفين قشطه يعني ايه؟ وادي التوابل بتاعتنا: كبابه صيني صحيحه، فلفل اسود صحيح، حبهان، ورق لوري، مستكه، فصين جوز الطيب، معلقه سكر عشان تسرع التسويه بتاعتها. مهما كان برضه بتاخد وقت مهما كانت. تمام. ما حطيتش ملح ولا اي حاجه دلوقتي خالص. عشان ايه؟ احنا عايزينها تستوي بسرعه، متفقين طبعا. بس والله انا بديكوا خبره 60 سنه والله يا جماعه، وبجيب لكم الخلاصه بتاع الحاجه بعد تجارب سنين وسنين. وانا من الناس اللي بتحب المطبخ، يعني جربت كل شيء. يعني البسبوسه اللي عملتها لكم دي والله نفسي تعملوها، لان دي خلاصه سنين والله. وانا اللي فكرت في الفكره دي. يعني انا فكرت ان انا اطحن السميد البسبوسه مع جوز الهند عشان يديني النعومه الجميله اللي انا باكلها من افخم الحلوانيه والله. وما يعملوها كده كمان، مش كلها زبده البلدي الاصليه بيزودوا اضافات وحاجات. اعملوا كل حاجه زي ما بقول لكم والله مش هتندموا. وتدعوا لي، اهم حاجه تدعوا لي. ماشي، اشوفكم على خير لما الاكل يخلص بقى. السلام عليكم. هنعمل بقى مع بعض الصلصه بتاعت ايه. حطيت معلقه سمنه حلوه كده مليانه، سمنه اللي هي البقري البلدي. ونحط برضو شويه توم حلوين كده عشان هنعمل ايه الصلصه بتاعتنا بتاعت الفته. انتوا طبعا عارفين الكوارع بقى ايه يعني فته. نقلب مع بعض اهو. حطينا معلقه زبده، وادي التومه. التومه مدلوق فيها معلقه ملح. مع بعض اهو. بس هي ايه بدأت تصفر. حط شويه كزبره ناشفه في قلبيها. واول ما هتتحمر هنزل بيها ايه بشويه خل. برضه بحب احطه في الصلصه بتاعت
تختل كده بتاعت الفتة اهي. بدأت خلاص اهي كده، عشان مش عايزاها تغمق، يا دوبك حلوة قوي. الرحمن الرحيم. الله احنا على الروايح الجميلة. وادي الطماطم بتاعتنا، ننزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة بقى طبعا عارفين يعني ايه بقى الريحة دي، مش محتاجة كلام. هتتسبك وهرجع لكم. عملنا الرز ابيض وايه، وهنحطه طبعا على الفتة. انتوا عارفين طبعا الرز الابيض طريقته ايه. خشوا على الصفحة بتاعتي هتلاقوني عاملاه مع البسلة نفس الطريقة. تمام كده. هتتسبك وارجع لكم تاني. مع السلامة. هنحط بقى ايه معلقة سكر كده، عشان زي ما احنا عارفين الحاجة اللي فيها توم بالذات، يعني لو الطماطم بالبصل مش مشكلة تحطي سكر. هو السكر بنحطه مع الصلصة اللي مع التومة، عشان التومة جديدة رخرة، فاحنا السكر ده بيخلي التومة مع الطماطم بتبقى شديدة وحامية، فالسكر بيكسر الحدة دي. لكن على فكرة الطماطم مع البصل دايما بيبقى مسكر اساسا، انت ما بتحتاجيش تحطي سكر. فاي طماطم صلصة تعمليها معاها بصل ما تحطيش الا اذا كنت عايزة تسكري بقى الخضار بتاعك، دي كويسة برضه بنحط عشان ايه. لكن الاساس اللي هي الصلصة اللي مع التومة، عشان بتبقى حامية شوية. تمام كده خلاص اهو. هنغطي حلتنا وايه، ويبقى كده خلصنا الصلصة بتاعتنا، فاضل تتسبك. ودلوقتي انا اهو حطيت معلقة سمنة عشان اعمل التومة اللي احنا بنحطها على العيش. انا بحب احط توم على العيش، وهوريكم دلوقتي ازاي. تمام، هوريها لكم ازاي والكلام ده. وادي العيش اهو انا كسرته وسايبه ده برضه اكسره قدامكم اهو. العيش ده على فكرة العيش العادي البلدي بتاعنا العادي، حمصته في الفرن. تمام. ليه بقى انا ما بحبش اعمل العيش بالسمنه على النار؟ ليه؟ لان الشوربه دسمه. بنحط سمنه في الصلصه، بنحط سمنه في التومه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. فانا يعني ايه السمنه دي كلها وايه يعني، تقيله يعني، تقيله على الصغير والكبير وعلى كله. احنا السمنه في كل حاجه بنعملها، في التومه في الطماطم الصلصه. فانا مش محتاجه احمصه في حته زبده، فانا بحمصه كده زي ما هو في الفرن وبحطه كده. وساعات اجيبه العيش متحمص من بره جاهز. انا الحقيقه ما كانش حد هنا يناولني العيش الجاهز من بره المحمص. حمصت والله كذا رغيف اهو في الفرن مالهم زي الفل، ومش عامله عليهم زبده ولا محمصاهم ولا مقلباهم في زبده يتحمصوا ولا كل الكلام ده، لان هي هتشرب دلوقتي الزبده هي بالثوم. احط انا احمصه ليه بقى؟ هيبقى تقيله الاكله. تمام. ادي كده العيش بتاعي هاخده معايا اهو، احمر قدامكم التومه دي بحته السمنه البلدي. وهنسقي العيش ده ونشوف هنسقيه ازاي، ليا طريقه برضو في السقي بتاعه. تمام كده. هنشوف مع بعض التكات بتاعتنا هي ايه. دلوقتي احنا رجعنا تاني مع بعض. نحط شويه كمون على الصلصه، واحنا حاطين لها ملح مع التومه، وحطينا لها كزبره واحنا بنحمر التومه. وادي حبه الفلفل الاسود اهو. تمام كده. ايه حاجتي كلها ايه تمام ان شاء الله. طبعا هنجيب الحوض بتاع الحاجه. انا مولعه هنا اهو، مولعه على الطاسه بتاعتي الصغنونه دي اللي بعمل فيها دايما التقليه للتومه والطشات عموما. صغنونه ولذيذه كده، خفيفه في الايد يعني. تمام. حمر معاكم التومه اهي، عليها برضو شويه ملح، واحط لها كزبره برضو دلوقتي واظبطها ان شاء الله. عايز ملح، احط شويه ملح لان لقيتها دلعه. بس كده حلو قوي عشان الحاجه ما تحتقش مننا. خلينا دايما في المعقول زي ما احنا متفقين اهو.
نقلب الملح وحطينا الفلفل والكمون والكزبره محطوطه مع التومه المتحمره، وخلاص هي كده خلاص اهي. وهقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. شوفوا التومه دي بس لا تتحرق مننا ونسهى عنها. شفتوا بقى كمية سمنة قد ايه؟ سمنة في قلب الصلصة وسمنة هنا في الطشة، فأنا مش محتاجة أحمر العيش في قلب سمنة، وكل واحد وراحته. بس يعني أنا نصيحة مني، كتر السمنة وكتر الزيوت يعني يا ريت تخفوا منها. بتبان بقى مع الكبر ومع السن تراكمات ودهون وحاجات يعني احنا يعني في غنى عنها، والأمر ما بيسلمش. انا مش بقول ان احنا بنعمل صحي مية مية وزيت زيتون وزيت ذرة طول الوقت، كل دي برضو حاجات برضو تقيلة مع الوقت والسن والعمر والحاجات دي برضو. فانا بحاول والله يعني ان انا اديكم نصيحتي، وكل واحد حر يعني. دي كده التومة بتاعتي خلاص، حط لها الخل. ايوه هقول لكم بقى دي بقى بعمل بيها ايه حالا. انا بحط بقى، انا طفيت خلاص عليها وحطيت الخل وطفيت، واحط شوربه بقى. شفتوا؟ باخد الدسامه كلها بتاعت الشوربه بتاعت الكوارع في قلبيها. ليه بقى؟ عشان لما نيجي نشرب شويه شوربه يبقوا خفاف علينا، يبقى احنا خدنا الدسم في ايه؟ في شويه التومه. تاهوا في شويه التومه ما حسيناش بيهم. فاهمين اقصد ايه؟ يعني شفتوا انا بدور على ايه في الاخر؟ مش عايزه اللي ياكل حاجه تقيله خالص. ودي العيش بتاعي. العيش بتاعي اهو، هسقيه بشويه شوربه. انا ما بحبوش يطرى قوي ولا احبه يبقى مقرمش. فاهمني؟ مش معنى اللي بقوله ان انا هسيبه يقرمش، لا، عشان احنا هيضايقنا في الاكل. اهو بصوا بقى انا عملت ايه كده. عملت شويه شوربه. هعمل انا ايه تاني دلوقتي؟ هاخد من التومه دي. التومه دي اللي انا ايه عملتها بالخل. شفتوا الجمال بقى في قلب العيش؟ ليه بقى؟ انا عايزه تاكلي معلقه الفته من فوق لغايه الارضيه اللي تحت، من فوق وتحت يعني عموما، تبقى كلها متطعمه بكل حاجه. فاهمين اقصد ايه؟ اهو انا خدت كده ايه كفايتي في التومه، والباقيه دي انا هشوف هعمل بيها ايه برضو. هعمل بيها حاجه تانية. تمام. انا خدت كده كفايتي. هعمل ايه كمان؟ هاخد من الصلصه دي اهي، الصلصه اللي هنا اهي اللي على النار، هاخد منها في قلب العيش كبشه كده، عشان برضو اطعم العيش بتاعي يبقى شارب من كل حاجه. ما يبقاش الوش بس، ما يبقاش من فوق بس الصلصه وتحت ما فيش صلصه. شفتوا بقى؟ شفتوا المنظر؟ هعمل ايه تاني دلوقتي معاكم؟ هجيب حله تانية صغيره وهعمل ايه. خليكم معايا لايه للاخر. هعمل ايه عشان الولاد بقى والكبار برضو اللي بيحبوا الحاجه دي. انا برضو ايه عايزه اراضي جميع الاذواق. انا عندي ناس بتاكل مثلا حبه كده، تلاقي الاطفال بقى الصغيره نضحك عليهم بقى بالحاجه دي عشان ياكلوها. نضحك عليهم ازاي؟ شايفين؟ شايفين حته كوارع اهي؟ شايفينها عامله ازاي؟ ومعاها شويه شوربه. شايفين المنظر؟ هروح عامله ايه بقى؟ هروح انا واخده من شويه الصلصه دول واتوهها. هتوه بقى الحته دي واقطعها للولاد الصغيرين. فاهميني؟ هغليها غلوتين تشرب. هنا لما تغلي بقى في قلب بعض هقطعها بالسكينه للولاد الصغيرين. يبقى انا عملت ايه بقى؟ رضيت كل الناس بايه؟
الولاد ياكلوا ما يعرفوش ده ايه، كأنها حتة فرخة. ده ايه يا ماما؟ دي حتة فرخة في قلب ال يعني في قلب المقطعينها في قلب الصوص، يعني الصلصة، مش عارف ايه كده. العيش بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا، شرب. في نفس الوقت اللي هو ناشف شوية هشربه برضو اهو. هنزله تحت في شوية الشوربة اللي تحت، مش هحط شوربة تاني. احنا متفقين ان احنا مش عايزينها تكون ايه، معجنة. فاهميني؟ حاول بقى عشان يشرب كله من الصلصة، ما انا عايزة كله برضو يبقى شارب صلصة. فاهمين؟ اه بصوا هنا برضو ايه المنظر ده، المنظر الجميل ده. الولاد بقى ايه، تقطعوه قطع كده من غير ما ياخدوا بالهم، وتروحوا مأكلينها لهم مع شوية الفتة، توهوهم في الفتة كده. فهمتوني؟ ادي اللي انا عايزة ايه اوصله لكم. طبعا الصوص ده لا بالخل بالثوم دوت، انا هعمل بيه حاجة معاكم برضه دلوقتي اما اجي اغرف. تمام كده؟ بس هنغرف مع بعض بقى وهنرجع تاني. مع السلامة. ورجعنا مع بعض تاني. انا حطيت الرز اهو، بس طبعا سخن جدا على ايدي، بس مش مشكلة. اهو الرز اهو، حطيته في القالب بتاعي البريوش. وهعمل ايه بقى؟ هروح واخده شوية عيش. تمام. والعيش اللي انا بقى حطيت عليه كل حاجة، صلصة ودقة وشوربة وكل حاجة، يعني حطيت عليه كل ما املك. تمام كده. اعملوا الطريقة بتاعتي، مش هتندموا، مش هتندموا. اعملوها في العزايم، واعملوها آه، لكل حبايبكم بالطريقة دي. والله والله هي دي الطريقة المعتمدة اللي انا عايزاكم تعملوها. انا يا جماعة لما لقيت نفسي يعني ايه قادرة ان انا يعني اوصل لحد اي حاجة انا عارفاها، او من واقع بقى سني والكلام ده كله، فانا حبيت ان انا يعني تاكلوا معايا نفس الاكل ونفس الطريقة. سبب ما انا برضو ايه طلعت كده على السوشيال، عشان برضو انا حابة اوصل للناس طريقة اكل بطريقة معينة، بطريقة حلوة، حبب فيها الاطفال، حبب اللي ما بياكلش حاجة من الكبار ياكل. فاهمين اقصد ايه؟ اهو ده كده ايه. انا كبسته قوي اهو، كمان عشان سخن. تمام كده اهو. بصوا بقى الصوص اللي انا سايباه اهو. ثواني هقرب لكم الحاجه. الصوص اللي انا سايباه بتاع التومه بالخل بشويه الشوربه، هعمل منهم ايه بقى دلوقتي اهو. اللي هنا عشان تشوفوها برضو ابقى قريب. هعمل كده ايوه. ليه بقى؟ انا زي ما قلت لكم عايزه طعم الاكل كله ياخد من الطعم. وادي الصوص بتاع الايه، الطماطم اهو. وطبعا احنا ايه شايفين ان العيش نفسه اخد من صوص الطماطم. فهمتوني ازاي؟ طعمت كل حاجة ايه، كله اخد من بعضه، كله اخد ايه من بعضه. فهمتوني انا اقصد ايه؟ هشيل بس الحاجة كده واوسع لنفسي، وهرجع لكم بقى ونكمل غرف احنا. بس انا هكمل معاكم لسه. تمام. ودلوقتي اكلتنا اكتملت اهي، الكوارع بالشوربه بتاعتها. بصوا الشوربه عامله ازاي رايقه. عايزه اقول لكم والله والله ما عملت ريم. ده ليه بقى ما عملتش ريم ورايقه كده الشوربه؟ عشان خاطر مغسوله غسيل محترم. عارفين يعني ايه غسيل محترم؟ يعني حاجه من الاخر الحقيقه، يعني في منتهى الجمال اللي خلقه ربنا. ملهاش اي ريحه خالص. يعني شوربه الفراخ ليها ريحه عنها من كتر ما هي مغسوله الغسيل اللي هو. وادي الرز بتاعنا، الفتة بتاعتنا، الرز وتحتيه العيش اهو. وطبعا اللي حابب بقى ياخد من هنا ياخد، اللي حابب. بالنسبة للولاد بقى ادوهم الحتت دي. طبعا قطعوها في الاول، ما تخلوهمش يشوفوا. احنا مش بنضحك عليهم بنكذب، لا احنا عايزينهم ياكلوا. قطعي قطعة صغيرة كده من غير ما ياخدوا بالهم هياكلوا. الولاد على فكرة بيضحك عليهم، مهما كان بيضحك عليهم.
حطي بقى كده تايهه في قلب الحاجه واكلها لهم. حطيها في النص، ممكن تحطيها تحت الرز، تتدارى في قلب. لو بتعملوها كلها في صينيه واحده، حطوها الاول العيش، وبعدين قطع الكوارع قطعوها اصغر من كده كمان عشان ما يحسوش بيها، هتتبلع معاهم مش هياخدوا بالهم. وحطوا الرز عليها واعملوا الطريقه بتاعتي، والله والله هتعجبكم جدا جدا. وده من اجمل يعني الطرق اللي ممكن تعملي بيها الفتة، وكل هيعجبه الطريقة ديت. مفيش حد هيختلف، مش هيختلف عليها اتنين زي ما بيقولوا. والله والله مش عشان انا عاملاها، والله انا عايزاكم تاكلوا كل حاجة بالطريقة حلوة وتستطعموا الاكل وولادكم يستطعموا. يعني انا من بداية قناتي وانا هي دي، هو ده طريقتي وده طبعي والله، مع اولادي وفي بيتي ومع حبايبي ومع اصحابي مع اهلي مع كل الناس. دي طريقة اكل رخر. كل اللي بياكل اكلي بيقول لي حاجة، يعني مش الواحد مش عايز يشكر في نفسه طبعا، بس اديكوا شفتوا الطريقة بتاعتي، واكيد هتقدروا تعرفوا اذا كانت حلوة او وحشة. ولما هتعملوها كمان هتعجبكم قوي. اعملوها بنفس الخطوات ديت، والله والله مش هتندموا وتدعوا لي. انا نفسي اللي بيعمل حاجة ويلاقيها حلوة كده يدعي لي. تمام. هو ده اللي انا عايزاه منكم. والدعم طبعا، الاشتراك في القناة، السبسكرايب، الشير عشان يوصلكوا كل جديد وكل وصفاتي، والاعجاب لو حاجه عجبتكم. قولوا لي ايه رايكم في اكلي، ايه رايكم في طريقتي. قولوا لي الطريقه دي حلوه ولا مش حلوه. الولاد اكلوهم كل حاجه من غير ما ياخدوا بالهم ولا يحسوا بايدينا احنا نخليهم ياكلوا كل حاجه. واشوف وشكم على خير، واتمنى لكم كل خير وكل حب وكل سعاده. و... والحقيقه يعني نفسي اوصل لكم كل حاجة وكل حاجة بعملها حلوة. نفسي تعملوها زيي، لدرجة ان في ناس بتقول لما بيدوق اكل بيقولوا الاكل ده معمول بالحب. يعني كنت كلمة غريبة عليا كنت بسمعها من فترة يعني. فعشان انتي تقنى الاكل وعاملاه حلو وعامله لونه حلو وشكله حلو، ف- فهو ده الحب بقى في الاكل. الحب مش في الاكل انك تحبي الاكل وتاكلي، لا، انك تعمليه حلو عشان تخلي الكل يحب الاكل وكله يحب ياكل. نفسي ما حدش ياكل بره، كله في البيت، كله في البيت، كله في البيت، كله في البيت، انضف واحسن 100 مره. واشوف وشكم على خير. و... وكلموني وقولوا لي بقى حبايبي انتوا منين، و... وبتعملوا الفتة بتاعتكم كده ازاي، وعرفوني الدنيا برضو فيها ايه. مع الف سلامة، مع السلامة، اشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله.